كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد علينا جميعا إن شاء الله. رمضان خلص بسرعة جدا، نسأل الله أن يتقبله منا وأن لا يجعله آخر عهدنا إن شاء الله. ونعوذ بالله أن ينقضي رمضان دون أن يغفر لنا ويعتق رقابنا من النيران، اللهم آمين. الكعك والبسكويت والبيتيفور وتجهيزات ضيافة العيد دي لها فرحة كبيرة جدا عندنا كلنا كستات، والمجهود اللي بنعمله طول الشهر خصوصا بعد تنظيفة العيد بقى والبيت كله. على ما بتوصلي للحظة دي بنكون تعبنا جدًا، غسيل سجاد بقى وكنيس ومسح، عشان كده لمّا بنوصل لليوم ده بيكون له فرحة كبيرة جدًا جوانا، بنوصل له بعد عناء، أصوات تكبيرات العيد مع شكل البيت وهو متنضف تنضيف عميق، والراحة النفسية اللي بنحسها تستاهل بصراحة إننا نتعب في بيتنا ونقدمه بأحسن صورة. أنا باحب أجهز التسالي وطبق الضيافة ليلة العيد، ولازم طبعًا باغطي عليهم عشان الرطوبة، لكن لو هاقدم فاكهة مع الحلويات بيكون وقت حضور الضيف أو الأهل والأصحاب، مش باخرّجهم من التلاجة غير وقت التقديم على طول، لكن المكسرات والشوكولاتات باجهّزهم على ترابيزة الأنتريه من بالليل. من ناحية باحس بفرحة العيد من قبلها بليلة، ومن ناحية تانية باوفّر وقت تحضير الأطباق دي للترحيب بالأهل والأصحاب. مع إننا خارجين من صيام وما فيش مقدرة للأكل، بس تجهيز الضيافة ده فرحة أكتر ما هو واجب للضيافة. مش هاقدّم الترمس إلا وقت التقديم على طول، عشان ما يكونش ناشف لمّا يخرج من مَيّته. ترتيب ترابيزة الأنتريه دي بقى أذواق، أنا بافضّل ديكورات بسيطة جدًا مع الأطباق، وبافضّل كمان يكونوا كلّهم على خط مستقيم، الشكل هيكون أفضل جدًا ما يكون كل قطعة بعيدة عن التانية ومتفرّقين عن بعض على مدار الترابيزة كلّها. في النهاية طبعًا دي أذواق، اعملي اللي يريحِك ويخلّيكِ مرتاحة نفسيًا، قدّمي بالطريقة اللي تعجبِك، لكل شخصية فينا ذوق مختلف. حبيت أجهّز معاكم جزء من ضيافة العيد في فيديو بسيط، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وعيد فطر سعيد علينا جميعًا وعلى الأمة الإسلامية، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.